الله 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 الله. زياد باها يفعلها، يتألق، يتجمل، يتعملق ويرتقي فوق. Mais on va aller match par match. On a gagné celui-là, on a marqué 3 buts, on n'a pas encaissé de buts, c'était très important. تصريحات المدير الفني لمنتخب مالي بعد الهزيمة المذلة أمام منتخب أسود الأطلس، ما بقيناش أشبال خلاص، تحت 17 سنة بنتيجة 3-2، والصعود إلى مباريات الثمن النهائي اللي هنقابل فيها الحمد لله منتخب البرازيل، السامبا البرازيلية. أمادو قال لك انا لم اكن اتخيل ان سيناريو المباراه هيمشي بالطريقه ديت، لم اكن العب على اخذ الصقر. اما كنت بتلعب بايه؟ قال لك انا كنت بلعب لاسعاد الجمهور المالي. احي، لما انت كده بتلعب لاسعاد الجمهور المالي وتخسر بال3-2 اللهم لك الحمد، مع رأفة بعض اللاعبين المغاربه اللي ضيعنا اكتر من فرصتين، ومع ذلك بنشوف خشونه متعمده وتقول لي مش باخد بالصقر. امال ايه؟ هو انت يا تكسب المباراه يا تكسر اللعيبه؟ منك لله يا بعيد، منك لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام في كل مكان، وحشتوني جدا بانتصار تاريخي 100%. الحمد لله قدرنا نفوز على عقبة منتخب مالي اللي بيلعبوا منتخب تحت 23 سنة بس في بطولة 17. ما احنا خلاص غاب عننا تسنين اللاعبين، غاب التحليلات الدي ان ايه تقريبا بقى بيتلعب فيها هي كمان، بس مع ذلك قدرنا نفوز عليهم ونقهر قارة افريقيا جميعا. انا بتكلم باسم المغاربة، احنا كلنا قلبا وقالبا مع المنتخب المغربي. عايزك تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وانزل ادعمنا بلايك متين للفيديو، بارتاج يا جماعة، شير فيديو، خلينا نوصل شوية لل100,000. نفسي احلم والله، نفسي احلم كده بدرع اليوتيوب بتاع ال100,000. يعني امل في ربنا كبير. ثم حضراتكم النهارده بنشوف تصريحات المدير الفني امادو للمنتخب المالي، بيقول لك انا لم اكن العب هذه المباراه عن طريق الصقر. طبعا منتخب المغرب كان مديله على قفاه قبل كده في البطوله افريقيا اللي هو بالاماره السياد القاره. منتخب المغرب، ايوه منتخب المغرب تحت 17 سنة هو سيد القارة السمراء. ليه؟ لأنه هو بطل أفريقيا وبيمثل بطل أفريقيا في كأس العالم. طبعا كان مع الفرق العالم مع بعض المنتخبات في القارة، ولكن كلهم خسروا، كل المنتخبات العربية خسرت، كل المنتخبات اتزحلقت من قطر، وكلهم رجعوا إلى أراضي الوطن، إلا منتخب المغرب اللي ما زال بيعافر وبيحفر في الصخر علشان يصل الى المباراة النهائية. هنقول ونعيد ونزيد، هو ليه لا ان احنا نحلم دايما ان البطولة تبقى عربية مغربية خالصة؟ ليه لا؟ ليه ما نحلمش؟ لما كنا زمان بنحلم ان التمثيل المشرف ان احنا نصل الى كاس العالم، كان من انجازات مصر وتاريخ مصر ان احنا وصلنا لكاس العالم عن طريق هدف يعني حسام حسن ايام التسعينات. كان بالنسبه لنا ده انجاز يعني. وتتوالى الاحداث والسنين ونقول هنوصل ولا مش هنوصل، هو ده كان كل فكرنا لحد ما جه البعبع المغربي، منتخب المغرب في كاس العالم طبعا اللي كان في قطر، وقدر يفوز على مدارس كبيره جدا من كندا لاسبانيا للبرتغال. ايه يا عم، وكان خلاص قاب قوسين او ادنى يقدر يفوز على المنتخب الفرنسي ويصعد للمباراه النهائيه لولا مؤامره الحكم، لولا مؤامره الحكم. امبارح برضو عفوا المباراه اللي فاتت اللي كان لمنتخب الشباب تحت 17 سنه كان برضو هيبقى فيها مؤامره للحكم اللي هو يعتبر اصلا امريكي، معرفش ازاي جابوه علشان يحكم مباراه ما بين المغرب والولايات المتحده الامريكيه. مصمم اللي هو يخلي المغرب مهزومه، مصمم. لولا اراده ربنا واقدام لاعبي منتخب المغرب بهدف عالمي في البلاس 90 في الدقيقه 90 تقريبا او 91 وهدف، ونرجع تاني للمباراه ونخش ضربات جزاء، والحمد لله الحارس الواعد الحمد لله يصد كورتين ونصعد للمباراه للدور 16 اللي بنقابل فيها مالي طبعا. والحمد لله تغلبنا على عقبة مالي. طبعا المدير الفني امادو امبارح كان بيطلع تصريح قبل المباراة،
كان بيتكلم يقول لك المنتخب المغربي هو بطل افريقيا ويمتلك من السرعات والمهارات، ولكن احنا هنلعب المباراه على حده، يعني هنلعب المباراه فاهمين كويس المدير الفني. النهارده كنا بنشوف المباراه، الهدف الاول للمغرب ثم يعودوا بضربه جزاء معرفش ايه اسبابها لصالحهم طبعا، نرجع تاني وهوب نروح نديهم على دماغهم بالتاني. ننزل الشوط بقى وايه بقى، كلنا متحمسين هنأمن دفاع ولا هنعمل ايه بالاخطاء الكارثيه اللي عندنا في قلب الدفاع. اللعيبه كويسه ومميزه، لكن للاسف الشديد ما عندهاش انسجام مع بعضها، مش قادرين يفهموا بعض، مين يتقدم مين يأمن الدفاع. مشكله كبيره بتقابل نبيل باهة. لازم تاخد بالك من هذه النقطة. احنا هنقابل مدارس كبيرة، دخلنا بقى خلاص للبرازيل. طب واحنا هنخسر من البرازيل؟ لا والله، امل في ربنا كبير. ثم هؤلاء اللاعبين اللي وصلتنا لدور الثمن النهائي من كاس العالم. ليه لا ان احنا ما نصعدش كمان للمباراة الربع النهائي ثم النصف النهائي ونخش على المباراة النهائية ونرجع من قطر ومعانا كاس العالم؟ هي قليله عليهم يعني هؤلاء اللاعبين 17 سنه؟ طب ما احنا مين فينا كان متوقع ان منتخب الشباب تحت 20 سنه يقدر يفوز على مدارس كبيره جدا؟ برضو المغرب بيقابلها ب 17 سنه وقدر يفوز على الارجنتين في المباراه النهائيه ويصل الى كاس العالم باحتفال كبير جدا جدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم. منتخب عربي، منتخب افريقي يفوز بالمباراة ديت، يفوز بكاس العالم. على فكرة منتخب نيجيريا كان اكتر الفرق اللي حاصلة على كاس العالم تحت 17 سنة، بس خلاص العصر بيتغير والزمن بيتغير والكورة كمان بتتغير. النهاردة بنشوف منتخب المغرب بينافس مدارس كبيره جدا. منتخب المغرب احنا بنتكلم يا جماعه منتخب 17 سنه، يعني اطفال لسه تحت الانشاء بالنسبه للاعبين الكبار. بس سبحان الله بنشوف بعض اللاعبين في ارضيه الملعب تحس ان اللعيبه ديت لعيبه كبيره. نور الدين نايبت، مصطفى حجي، تحس ان فيهم لعيبه مميزه يعني سبحان الله. اتخرجوا من اكبر اكاديميه في الشرق الاوسط، اكاديميه محمد السادس، ومع ذلك النهارده بنشوف اللعيبه ديت بتحتك بمدارس كبيره اوروبيه، اللي بيلعب في سويسرا واللي بيلعب في اسبانيا واللي بيلعب في بلجيكا. ما شاء الله ما شاء الله. واول بس ما جالهم التمثيل لمنتخب المغرب الكل جري قال لك اه طبعا المغرب يا جماعه، المغرب ده مش وطن، المغرب ده دمي، المغرب دوت هو ارضي، المغرب ده هو شرفي، المغرب ده هو كل حاجه حياتي. زي بعض الناس، ومش هنقول مين، هسيبها لك انت تقول مين في الكومنتات اللي واخد على دماغه لغايه النهارده. اللي كان المفروض يمثل منتخب المغرب قال لك لا اروح امثل منتخب اسبانيا، مع حبي الشديد واحترامي الشديد للمنتخب المغربي والوطن المغربي. النهارده مركون على الرف. شوف لو كنت بتلعب مع المغاربه بقى، شوف يا عمي لامين يامال، لو كنت لسه بتلعب مع المغرب وقلت همثل منتخب المغرب، رايح تمثل اسبانيا، اهو مدولك على دماغك وبيندم اشد الندم. يعني سبحان الله النهارده عندنا نجوم بنحتفي بيهم من الشباب 17 سنة في كاس العالم القادم، 20 سنة هيكونوا متواجدين في اولمبياد باريس، 27 هيكونوا موجودين في المنتخب الاول في كاس العالم اللي هيتنظم في الاراضي المغربية، هيكونوا موجودين. انت مفيش. يعني هارد لك لمنتخب مالي، منتخب كان بيلعب بكتلة جسمانية كبيرة جدا. الحمد لله خرجنا بأقل الإصابات. منتخب البرازيل منتخب كبير جدا، منتخب يمتلك من السرعات، متواجد. كان ما بين المكيالين ان احنا نقابل البرتغال ولا البرازيل، ولكن عندنا امل كبير في ربنا ان احنا لو تغلبنا على المنتخب البرازيلي اكيد في الغالب هنقابل في الربع النهائي المنتخب البرتغالي. احبائي الكرام، شكرا لكل المحترمين اللي دعمونا باللايك المتين واللي اشتركوا في القناة واللي شير الفيديو. خلونا نوصل ل100,000. ديما مغرب وعاشت مصر حرة مستقرة. اللهم بعد عنا وعنكم الحاسدين والحاقدين. اللهم امين يا رب العالمين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.